وبما ان نحن بعدنا نسولف عن الواتساب، فحاب اشرح شرح على السريع. الحين الواتساب ما يطرش لك مقطع مدته اكثر من 3 دقائق او 15 ميجا بايت. فكيف نطرش مقطع مدته طويلة حجمه يطوف ال 120 ميجا بايت والجودة تكون اتش دي؟ اول شيء نحن نحتاج تطبيق عشان يسوي لنا هذا الشيء. بعد هذا الفيديو بنزل اسم التطبيق اللي راح نشتغل عليه، ممكن تسوي كابتشر او ترفع الصفحة وتحمله عندك. تنزلين تحديث الجديد بس ارفع، وبعدها اضغط على افتح التطبيق، وبيحولك على اب ستور حمل تطبيق. انا راح اشتغل على هذا المقطع، مدة المقطع 11 دقيقة و52 ثانية وحجمه 36 ميجا بايت، فبطرش على الواتساب. اول شي ندخل على التطبيق اللي نزلناه اللي في يمين، بعدها نضغط على ليتر، بتفتح لنا هذه الواجهة. بما ان الفيديو موجود عندنا في الاستديو فنضغط على ألبوم الصور، بعدها كاميرا رول، بعدها هذا هو الفيديو. نضغط على 3 نقاط اللي موجودة صوب الفيديو، بعدها نضغط على كوبي، نختار هذه الحافظة، بعدها نضغط على كوبي تو هذه الحافظة. الحين لو رجعنا ورا بنحصل الفيديو موجود اللي هو هذا. الحين ندخل على الواتساب. عشان اطرش الفيديو حق اي شخص اضغط على الزائد هذا، بعدها اضغط على مستند، وبعدها اضغط على مزيد، افعل خيار التطبيق بيظهر لنا هني، اختار التطبيق بيحولنا على الصفحة الثانية. هذا هو الفيديو موجود، نضغط عليه، بعدها نضغط على ارسال. الحين راح يتم ارسال الفيديو. تم ارسال الفيديو بحجم 37 ميجا بايت، ولو دخلنا عليه بيكون اتش دي. اليوم مع حل. لو جربنا نطرش الفيديو هذا بدون الحركة هذه من الاستوديو مباشرة، شوفوا ايش كثر بيقص، شوفوا بس هذا بيطرشه تقريبا نص او ربعه. واتمنى انكم استفدتوا ولو شيء بسيط، والشروحات هذه انا بنزلها على اليوتيوب بعدين.